مرحبا، صباح الخير أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي تشوفون بيه الفيديو. شلونكم حبايبي الحلوين؟ شخباركم؟ إن شاء الله كلكم تكونون بخير وصحة وسلامة وعافية. اليوم الفيديو مالتنا روتين كلش حلو قوي من الأخير، إن شاء الله يعجبكم. بس قبل كل شي يا حلوة يا سندوسة يا باربية يا جميلة انت يا أحلى بنية يا أحلى عيون تشوفني بالفيديو، اللي أريده منك لايك وكومنت من إيدك الحلوة. وإذا بالصدفة يعني هذا الفيديو طلع لك يعني بالصدفة، اللي أريده منك تكتبي لي أنا جديدة وتشاركين هذا الفيديو عند كل أهلك وأصدقائك. أوكي يا سندوسة يا باربية؟ وشنو بعد ضيفيني بالإنستغرام، اسمي ريام حسين، نفس الصورة ونفس الاسم، أنا هناك موجودة يعني دائما، هو نفس المحتوى ونفس الشيء أقدمه يعني، بس هنا باليوتيوب لمحبين الفيديوهات الطويلة، وبالإنستا للفيديوهات القصيرة والشورت الصور انه السوالف الحكي يصير دايركت، مو مثل اليوتيوب شويه ياخذ وقت. بس هو نفس المحتوى، محتواي هذا يومياتي، روتيناتي، الطبخات، الشغلات اللي نسويها خلال النهار، نشارك بعض بالمسجات، بالاقتراحات. دائما اني اخذ راي هوايه من البنات، هوايه يعني مو عبالكم شي واحد او شغلات بسيطه، لا دائما اسال البنات، نتناقش، نحكي، نشوف شنو مضوجنا، اخذ منهم دائما ارائهم، دائما يعني استفاد من راي البنات بالفيديوهات اللي اسويها. راح تجيني وحده تقول لي ليش حاطه خاولي جوا المخده او شنو فائدته؟ يا بنات هذا اني احط ماسكات الوجه هوايه، احط مرطب شفه، احط تحت العين بالليل. زوجي مرات يصبغ، مرات مو دائما، يصبغ شعره او يصبغ بس لحيته، فلما نجي ننام يعني هالشي كله خول حمرة شقد عدي وجوه مخاتي تلفت من وراء الحمرة، لأنه مثلا حاطة ملمع شفة، حاطة شي، حاطة ماسك ينعدم، إذا هو أبيض ينعدم وخلاص بعد ما يروح من عند اللون. لذلك قبل ما أنام أنا وزوجي وحتى غدورة تعودنا إن نحط خاولي على وجه المخدة، ويعني بين يوم ويوم أطلع الشمس الحارة، يعني أشوف نهار يكون يوم حارة كلش وأخليها على الشمس تتعقم وتصير زينة. وطبعا هذا ما عدا الغسل الدوري. فجيت هنا سويت، قعدت الصبح بالبداية أني ما أطلع من غرفتي إذا ما أنظفها وأرتبها، مو أنظفها سوري، يعني هاي كلمة أنظفها كبيرة، لا ما أطلع من غرفتي إذا ما رتبها، أخلي الفراش مرتب، تحسين من رتبتي الفراش كل شي تمام، يعني كل شي صار مرتب وحلو. أكو بنات هواية ما يحبون هيك شيء، تقوم من النوم تاخذ لها صفنة بالصالة، تاخذ لها صفنة بغرفة أمها وأبوها مثلا إذا ويا أمها وأبوها، يلا تقوم ترتب فراشها. أنا ما أقدر الصراحة، لازم ترتيب الفراش يعني قبل كل شيء. مرات زوجي إنه مستعجلين أو أريد أروح يقول لي يلا عوفي، أقول له لا ما أقدر لازم الفراش أنظفه وأرتبه، يعني خصوصا لازم أنكتم من الشعر، لأنه إحنا نايمين والشعر يتطافر في كل مكان أو هيك شيء أو كنينس أو هيك، فأرتبه لازم. وشنو بعد لازم أقعد الصبح على الكافيين أول شيء أسويه أشرب كوفي أو أشرب كابتشينو. هاي الماكينة كلش حلوة، ماكينة اللي تسوي الرغوة مالت الكابتشينو، هذه أخويا مو قلت لكم من إجا العراق جاب لي من هاي الماكينة كلش حلوة تجنن، تسوي وخفة حلوة للكابتشينو. بس هو هذا اسمه آيس لاتيه، يعني شنو يعني من حطيتي للوخفة ثلج وحليب خلص صار اسمه آيس لاتيه. اوكي. اذا تريدون اعلمكم عليه او هيك شيء كتبوا لي بالكومنتات اعلمكم عليه، لانه هو سهل جدا تشترون هاي الماكينه. اهم شيء تكون نوعيتها زينه، لا تشترون هاي الرخيصه، فهمتوني؟ لا لازم تكون نوعيتها كل زينه، على مود تتحمل شو يسموه تتحمل تسوي هذا الفوم. يعني اكو رخيصة ما تتحمل تسوي الفوم وتخرب بسرعة، بس هذه لا، نوعيتها كل زينة وحلوة. الايس لاتيه الحنين اللي يفتح الراس والدماغ وبنفس الوقت يسرسح على القلب. كتبوا لي انتم بالتعليقات اول شي تسووا مثلي، انه ترتبون الفراش بعدين تتريقون، لو تتريقون بعدين ترتبون الفراش. جيت هنا يا بنات جايبت لكم بيج يجنن، بيج مال شيئا، هو اختصاص كفرات وكل شيء يخص الايفون. جماعة الايفون تقربوا
يقربوا يمي ويصيروا قريبين علي، لأن هذا البيج يفيدكم. منتجات شي إن كل شي عندهم يخص الآيفون رهيبين يا بنات. الأسعار مالت الكفرات رخيصة جدا، واكسسوارات التليفون رخيصة جدا، كلش حلوات وترندي مال هسه مال هالموسم. يعني أي كفر عندهم ما يتجاوز ل3000 دينار. عندهم اكسسوارات التليفون مثل ما شفتوا 2 ذني الميداليات الحلوات اللي هسه ترندي ونازلات بكل شو اسمه، حتى الجنط يحطوهم وهيجي. وهذه الدائرية هذه هولدر تحطوها من وراء بالتليفون، تخليها على مود تشيلين بها التليفون أو هيك شيء. والكفر شفتوه أبو القلوب هذا أخذت إليه كلش حلو. هذا القلوب دارجة، تعرفون صار فترة سنة أو سنتين دارجة بكل شيء، يعني قلوبه حلوة. وذاك الثاني كفر اللي هو سكوتش غدير هيك يسميه، ما أدري إذا هو اسمه هيك صدق، كلش حلو. رأسا غدورة فرحت عليه كلش لما شافته. وذولي سكرينات يعني لزقات مالت التليفون يجننون وحلوات، حتى منهم معتبة ومنهم يعني شلون قزاز، واكو من عندهم اللي هو مقوى المقسى هيك شيء، ما اعرف عاد يعني تعرفون بهاي السوالف. ودزت صاحبة البيج دزت بجامة الغدورة على نجاحها. حبيبتي شكرا إلك وربي يسلمك ويخليك. وشنو يا بنات، اريد تبيضون وجه عندي تروحون شو تسوون، تضيفوها بالانستغرام، راح اعطيكم اياه باول تعليق مثبت. اول ما تضغطون عليه، يعني بس تضغطون عليه تروحون دايركت الانستغرام تضيفوها وتدخلون عندها تشوفون شغلاتها وحسابها الحلو والشغلات اللي تجيبها الترندي الحلوه مالت الايفون، وتقولوا له احنا من طرف ريام. حتى ذا مو بالضروره تشترون، بس تكتبوا له احنا من طرف ريام. كلش يفرح هذا الشيء وكلش يحفزها، يخليها تشتغل اكثر واكثر وتقدم بمجال شغلها اكثر واكثر. يعني ترى اللايك والاشتراك مجاني صدقوني، تفرحون بيه الناس. نجي شنو للضيم والشغل، يعني ايش قد ما نريد ندلع نفسنا وتليفوناتنا وما ادري شنو، يبقى هو وراك الضيم والشغل. شي يقول لك الرجال من يجي من الشغل؟ شي يقول لك انتي طول النهار شو مسويه؟ خصوصا انا ما دحش على رجلي، ها بالمناسبه خاف واحده تقول لي رجلك وما رجلك، لا اي رجال بالدنيا يجي يلقى البيت نظيف ومرتب وهذا مثل ما تركه هو الصبح، يعني يجي ورا الظهر يقول لك انت شو مسوي طول النهار؟ اشو هو البيت بعد نظيف، اشو هو الغداء محطوط على هاي، سويتي لنا مثلا شنو سويتي لنا، تمن ومرق او تشريب او شيء، هو محطوط على الطباخ وها هي. ما يدري الرجال شغل البيت اللي هو حرفيا ما يخلص، حرفيا ما يخلص. مو هاي الكلمة يعني كنت أسمعها قبل وأنا صغيرة تقول لا هاي حكاية يعني إنه معناته أكو شغل هواي، لا هو ما يخلص، شغل البيت ما يخلص. اكو مثل يقول انه مثل مصري بس ما اعرف شلون يعني اقول لكم اياه، انه هو الشغل يخلص من ام البيت يغمى عليها ويودوها للطوارئ. هذا هو يخلص بهاي الحالة، بس هاي الحالة الوحيدة تقول ما أقدر أشتغل المرة، أو تقول شغل البيت خلاص، أو ما حسوي اليوم شغل البيت. فهمتوني؟ الرجال يجي يجيب لك المسواق، عبال المسواق هو وحده بنفسه راح يفوت للمطبخ، والكاسة ينفتحن، والطماطة هي تغسل نفسها وتطب للثلاجة، والبصل يقشر نفسه وينحط بمكانه، والفواكه تنمسح وتنحط بمكانها، والتمن والشكر والزيت والمدري منو ذني كل وحدة منهن تروح لمكانها. اوكي، مو انت اللي سويتي هالسوالف، لا هو المسواق وهيك سوى نفسه. من يذبلش قطعة الملابس شو الصور هي الملابس راحت غسلت نفسها، خلت نفسها بالغسالة وحطت تايت وزاهي او مبيض او مدري شنو، وشغلت الغسالة وانتظرت ساعتين، قامت الغسالة الصوفر، قامت هي قطعة الملابس شرت نفسها وين على الحبل. وإذا أكو ملابس تحتاج كوي، هي قطعة الملابس من نفسها راحت غسلت نفسها وكوت نفسها ورتبت نفسها وعطرت نفسها وصفطت نفسها وانحطت بالكنتور. هيجي رياجيل يتصورون انه شغل البيت هيجي يصور من راح تقومين تسوين غدا، هو من وحده الاكل طلع من الثلاجه، قطيه المعجون طلعت نفسها من الثلاجه، والتمن طلع من الثلاجه، والدجاجه طلعت نفسها من الثلاجه، تقطعت وتبهرت حطت على نفسها بهارات هيجي واستوت، بعدين حطت لها مثلا معجون لو هالسوالف هاي، النومي بصره اجا واحده، الملح اجا واحده، البهارات جتي واحده، وانطبخت الطبخه من وحدها. مو انت اللي سويتيهن، لا هي الطبخة من وحدها صارت.
من خلصنا غدا وصبينا وتغدينا الحمد لله والشكر أو أيا كانت يعني الوجبة أكلناها، المواعين هن واحدين يغسلن نفسهن، هن المواعين يقوم الركض ينحطن بغسالة الصحون أو مو غسالة الصحون بيدك يعني، ينحطن بالمغسلة أو سوري بالسينك وينغسلن واحدين وينشفن ويردن يحطن نفسهن بالكاونتر. هيك الرجال يتوقع شغل البيت يخلص. انتوا متخيلين؟ والله ما عبالكم انا قاعده الشاقه او هيك شيء، لا اكو رجال هيك عبالهم مو شغل البيت. يعني من تقولي له مثلا انا دا اغسل المواعين يتصورها بس غسلت المواعين وانتهى، انه الوساخه ذبيتيها غسلتي الماعون وحطيتي كل شيء بالطباخ داير مدايره ما يخصه، ما يعني ما يفكر بيه، ما يتفكر انه هاي انتي ورا الغداء رح تطبين معركة اخرى ويا المطبخ، خصوصا اذا مطبخك ابيض لازم كله ينجلف وكله ينغسل، وغسلتي المواعين تنتظرين يشفن تروحين تغسلين وصل اللي غسلتي بيهن الكاونتر والهذي ينشفن، الدور المواعين تمسحيهن وتحطيهن بالكاونتر، النوبة اذا الكاونتر عندك وسخ لمعتيه ومسحتيه وهيجي، هذني ما يشوفن الشغلات، يتصور انه غسل المواعين بس هيجي غسلتي المواعين حطيتين هن وحدين يرجعن. هاي المشكلة والله يا بنات، هاي المشكلة مشكلة كل الرياجيل، يتصورون انه شغل البيت سهل وشغل البيت مو متعب، وشغل البيت يعني بس مجرد انه غسل مواعين غسل ملابس تركيب ومسح الارضية بس يصوروها، ما يدرون انه اني هذا النص نهاري يخلص اني بهذا ترتيب الاشياء ومسحها وتلميحها، ما يدرون انت دا تتفرجيني نص نهارك خلصان في انه ترتبين الكاونتر وتلمعين، او اذا دخلتي الغرفة مثلا غرفة الاطفال لا نظفتيها ورتبتيها ترجع ورا ربع ساعة تتوسخ ولا كأن سويتي شيء. ها بالمناسبة هاي بغض النظر عن الأطفال، احنا ما جبنا طاري أطفال ولا جبنا طاري تحفيظ وتشطيف سوي حليب ورضعيه وما ادري ما جبنا طاري ذني السوالف كلهن. انتوا متخيلين احنا شقد نشتغل النسوان؟ متخيلين ولا متخيلين؟ والله هسه جنب بالي يعني قلت هاي انا ما عندي اطفال بس اللي عندها يعني تسوي كل هالشغل اللي اسوي اني وياها اطفال. لكم أن تتخيلوا والله إلك الله يا عراق، يعني حرفيا إلك الله يا عراق، لأنه يعني شيء والله العظيم. والله إحنا المفروض الرجال كل رجال يجي يدخل من باب البيت يقول ويشوف النظافة ويشوف مشغلت لك بخور مشغلت لك شيء حلو راشة معطر الأرضية حلوة، المفروض يقول لك عاشت إيدك، بس إحنا وين والله ماكو حتى عاشت إيدك ما يقولون. زين إحنا في كوكب آخر، إحنا في كوكب آخر والرياجيل في كوكب آخر. زين ما نلتقي ابدا بعقولنا وبتنظيفنا وبشغلنا. ذيك مرة زوجي يقول لي انتي شو تنظفي؟ اشوفه كله نظيف. قلت له عزيزي حبيبي تاج راسي، غير اني مخليته 24 ساعة نظيف مو معناته انه ما دا اشتغل بيه، هو 24 ساعة نظيف لان اني قاعدة انظف بيه. من تفتح الثلاجة تلقاها نظيفة اني منظفتها دائما واني حافظ عليها نظيفة، مو معناته هو ماكو شغل. والله لو نظل نحكي احنا النسوان انه شغل البيت متعب وانه احنا نتعب خلال النهار 1000 سنة ما يفكر بيك الرجال ولا يعتبر هذا الشيء أهمية، ودائما يظل يقلل من شغل المرأة بالبيت. يعني والله ما دا احكي جديات، يعني ما دا احكي عن زوجي او زوجك او هيك، لا دا احكي عن حالة دائما فكر الرجل العربي او الاجنبي في انه شغل البيت غير متعب، وفي انه النسوان قاعدات بالبيت مرفهات ومدللات وما عندهم شي يسووا خلال النهار. أثناء ما كنا نحكي عن وجهة نظر الرجل لشغل المرأة بالبيت خلصنا كل تنظيف هذه المجرة اللي عندي مالت البقوليات، أحب دائما أخليه نظيف، أحب دائما أخليه حلو ومرتب وأعرف شو ناقصني وشنو الشي محتاجته وهيك شي. بالنسبة للرجل هذا الشغل مو مهم ومو لازم تسويه، بس بالنسبة لأم البيت اللي تحب غراضها مرتبة وحلوات شغل مهم جدا. أنا يا بنات رح أحكي لكم عن إنه أنا أنزل هواي فيديوهات شورتس اللي أريد منكم تروحون تشوفوها كلها وتسووا لي لايكات وكومنتات، ما شاء الله دا تجيب مشاهدات كلش حلوة، وهالشي يخلي الناس هواي ومتابعين هواي يدخلوا لي من طريق الفيديوهات الشورتس. شنو يعني قناتي بها فيديوهات طويلة وبها فيديوهات قصيرة، هذه الشورتس حبيت أخليها بالفيديو على مود تكون تعرفون إنه قاعد أنزل فيديوهات، مرات ممكن أنقطع أو هيك شي بس أظل أنزل هناك لأنه هناك فيديوهات سريعة وحلوة وتجيب مشاهدات هواية، فدخلوا وعلقوا لي
هناك وشوفوا فيديوهاتي، هواي انزل وصفات حلوه، مرات بصوتي مرات حسب يعني شنو اللي يعجبني او شنو اللي اقدر اسوي. هنا سويت وصفه كرات البطاطا، وصفه كلش سهله كلش خفيفه، ما راح اقول مكوناتها، روحوا هناك انتم شوفوها وشوفوا مكوناتها وقولوا لي اذا طبقتوها او لا. خفيفه وسهله وسريعه وراح يحبوها كل الجهات، خصوصا للعشاء لما نسويها وتسوون اياها مثلا شنو على حسب معكرونيه ستيك، تقلون كباب، فتشي للعشاء تجننوا الله، واحلى بهواي من الجاهزه، بهواي يعني من الباكر اقول لكم بهواي، لانه الجاهزه تحسوها ما اعرف مو بطاطا، بس هاي لا بطاطا بيور مثل ما شفتوا. قعدت امرج بيها ويعني اهرسها وسويتها هيك كرات حلوات كلش لذيذات كلش. فبس والله يا حلوين، لهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى إذا عجبكم الفيديو تسووا لي لايك وكومنت من إيدكم الحلوة. أحبكم كلش هواية. باي يا حلوين.